نادي الزمالك يتعاقد لمده سنتين مع مدرب البلجيكي يانيك فيريرا. يانيك فيريرا هو كان شغال مساعد مدرب مع فييرا المدرب الخبير اللي كان هنا في نادي الزمالك، اللي خد بيهم الدوري 2021. هو ده اللي كان المساعد بتاعه، وهو اشتغل مساعد مع انديه بره في بلجيكا وانديه معروفه زي اندرلخت البلجيكي. اتعاقد معاهم وكان شغال معاهم لمده 3 4 سنين مدير رياضي هناك، وبعد كده مسك في فريق الشباب، ورجع مسك مدرب مساعد لفريق في بلجيكا في الدرجه الثانيه، وبعد كده بقى مدير فني لوحده، مسك في الرائد السعودي ومسك في الفتح السعودي. فهو مدرب واثق في امكانياته جدا، وهو ده اللي جمهور الزمالك عشمان فيه، ان يطلع المدرب زي ما هم عايزين ويحقق طموحاتهم ويحقق البطولات اللي هم داخلين فيها وعايزينها. نادي الزمالك كمان بيفكر بصدد التعاقد مع 5 لعيبه سوبر، 5 لعيبه جماهير نادي الزمالك وجماهير الكره المصريه هتتفاجئ بيهم، وهيتفاجئوا بالمستوى بتاعهم الحقيقي. بس يا رب يكون مستواهم زي ما مستوى اللي انت جايبهم من الانديه بتاعتهم. يعني اول اللعيبه احمد شريف مهاجم نادي فاركو. احمد شريف مهاجم قوي جدا وممتاز ومراوغ وسريع وكل حاجه، زي ما انت عايز تقول قول. بس هي القصه في نادي الزمالك اللي انت كل سنه بتجيب لعيبه انت مش محتاجها. فدلوقتي احنا كلنا بنقول لنادي الزمالك هتتعاقد مع لعيبه، تعاقد مع لعيبه في ظل الاحتياجات اللي الفريق عايزها، في ظل المدرب اللي هو محتاجه، في ظل اللعيب اللي هيجي يحقق لك التارجت اللي انت عايزه. بتمنى التوفيق لجماهير نادي الزمالك وجماهير كل الكره المصريه في كل التوفيق في كل البطولات اللي جايه.